السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف حمادة فاروق من قناة يو اتش جيمر. اخواتي وحبايبي من كل مكان، معكم يوسف حمادة فاروق. طبعا يا اخواتي النهارده هنفتح على الفتحة المجانية على باك الايبك مع بعض، واتعلمت ثغرة جديدة واجربها معاكم اذا كان الراجل اللي قال على اليوتيوب ده صح ولا لا، ولا داعي لذكر الاسم. ماشي، وطبعا هقول لكم ايه باك يوم الاثنين القادم. فبسم الله الرحمن الرحيم كده نستلم كل حاجة من الانبوكس. في هدايا وفي جي بي وكوينز وترينرز وفتحة المجانية، واهم حاجة الكوينز. ماشي، فندخل كده يا جدعان، ندخل على الباك الاول كده نفتحه. فبسم الله كده. اول حاجة يا اخواتي هنعملها وهي ايه؟ وهي ندخل على اللعيبة. مش هنفتح من بره، مش هنفتح من ايه؟ من بره. فماشي، يعني بيقولوا الصور دي بتزود الحظ. اولا نجيب الصورة كده، بدل ما احنا جايبينها على اللعيبة اللي هي الاقدم وكده، نجيبها على الاوفر ريتد. ماشي، فبيقول لنا مين؟ اول حاجه ندخل على كوكا ونقلب في طاقاته كده زي ما احنا شايفين. هندخل على كوكا ونقلب في طاقاته. بعد كده ايه؟ بعد ما قلبنا في طاقات كوكا نطلع وندخل على جرليش ده لاعب السيتي. هنقلب في طاقاته برضك زي ما عملنا في كوكا. وعايز اقول لكم يا جدعان ان احنا في بدايه الفيديو ده الباك، هقول لكم على باك والطاقات اللي هتنزل بعد ما جبناها من على الموقع. هقول لكم على الباك، وبعد كده ندخل على كوريا وايه نقلب في طاقاته زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده نرجع بعد ما ندخل على كوريا ندخل على اندي كولي او اللي هو طلع لنا. فطبعا اكيد كنا مش هدينا لاعبين ايبك من حاجه فتح حرام، هي عندها كده حرام. فماشي ندخل على كولي ونقلب في طاقاته، ومن بعد كولي ندخل على ديدا ونطلع وندخل تاني ونطلع، يعني ندخل عليه مرتين من غير ما نقلب في طاقاته. بعد كده ندخل على بتيت ونقلب في طاقاته زي ما عملنا في اندي كولي بالظبط كده. نطلع كده زي ما انتم شايفين يا اخواتي. وبعد كده ندخل على ايه؟ على ديدا مرتين تاني. ندخل على ديدا ايه؟ مرتين تاني. وبعد كده ندخل على لوس فيجو كأربع مرات. ودي زي ما انتم شايفين كده المرة الأولى، وزي ما انتم شايفين تاني كده المرة التانية، وزي ما انتم شايفين كده تالت المرة التالتة. كده ندخل على البير ونفحص طاقاته مرتين، يعني ادي المرة الأولى وادي المرة التانية زي ما انتم شايفين. المرة التانية بسم الله نفتح ونقول بسم الله بسم الله، يا رب يطلع لنا لاعب ايبك يا رب بقى. ماشي، طبعا دي المرة التانية على ديل بيرو. فهنفتح كده يا رب يا رب يا رب يا رب ونقول بسم الله بسم الله بسم الله. طبعا يا جدعان لازم نسمي الله قبل كل فتحة، والفتحة دي على وش الناس السالكة اللي هتعمل لايك وشير تشترك معانا في القناة عشان نكبر بيكم. فبسم الله اللعبة بتعلق وزي ما عملت معانا في اندي كل ان شاء الله. ترى هيبقى مين؟ بصوا يا جدعان، انا هحط التليفون كده ونشوف هو مين. هحطه في المراية. انا يا جدعان المراية تقريبا مغبشة شوية يا جدعان. المراية وضحت كل حاجة، وضحت ان هي مش ايبك، ووضحت العلامة البيضاء، ووضحت الدوري الاسباني والاربع نجوم. ماشي، هيطلع مين بقى؟ بص انا بقى كده ايه بسم الله. 9 في اتلتيكو مدريد، 9 في اتلتيكو مدريد. يا جدعان لا لا لا، هاتولي الزبالة وما تجيبوليش ده. اكتر لاعب بكرهه في حياتي يا جدعان، من اكتر اللعبة اللي بكرهها في حياتي دي باي. يا ده اسم وحش حتى يا جدعان، اسم وحش. انا كده كده هبيعه، بس مخليه معايا شوية كده. ونسيت اقول لكم صحيح، نسيت ايه؟ انا كده كده الفيديو مكتوب عشانهم. ماشي بسم الله. الباك اهو زي ما انتم شايفين كده قدامكم. الباك السيتي ده هينزل على حساب باك ليفربول. اول لعيبه هو ستونز ب95، وبعد كده اكانجي 96، ودي بروين وهالاند 100، ودي بروين 99، وطبعا ايدرسون وهو 98، وبرناردو سيلفا 98، وستونز 96. وادي الباك عايز اقول لكم مين الافضل، باك ليفربول ولا باك السيتي؟ وما تنساش تقول لي طلع لك مين، واكتب لي، وتنسى كنت تكتب لي الكومنت رايق يا رايق. واشوفك على الف خير واحلى بوسه ليكم، تسر لايك والشير. ويلا يا اخويا بحبكم جدا. يلا سلام يا اخواتي، يلا سلام.